السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة قلعة الوداد. إذا اشتركتي معنا غتبقى تتوصل يوميا بأخبار حصرية خاصة بالوداد، وإذا درتي إعجاب غتخلي فيديوهاتنا توصل للوداديين أكثر. تعليقاتكم كاملة كنقراها. شكرا للناس اللي كينتسبوا في القناة وكيدعمونا ماديا. عاجلا غادي نديروا ليهم سلسلات خاصة وفيديوهات حصرية ليهم فقط. انتسب حتى انت ودعمنا ماديا لتطوير محتوى القناة، وباش حتى انت السلسلات الجاية اللي غتكون موجهة للداعمين تقدر تتفرج فيها. في سابقة في الدوري المغربي، محمد أمين بن هاشم دخل التاريخ كأول مدرب كيستافد من القانون الجديد اللي كيسمح للمدربين بالإشراف على جوج فراقي في الموسم الواحد. هذا التعديل دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وقطع مع قانون قديم كان مطبق لأكثر من 7 سنوات، وكان كيمنع أي مدرب درب فريق في القسم الأول يرجع يدرب فريق آخر من نفس الدرجة خلال نفس الموسم. هذا التغيير القانوني ما جاء من فراغ، بل جاء استجابة لملتمس رسمي من رابطة المدربين المغاربة، اللي شافوا أن القانون القديم كان ظالم وكيحد من حرية المدربين في ممارسة مهنتهم، خاصة وأن الموسم الكروي المغربي كيتميز بكثرة التقلبات التقنية والإدارية داخل الأندية. بن هاشم لقى راسو اليوم قدام فرصة استثنائية، بعد ما الوداد منح مدربه السابق رولاني موكوينا رخصة استثنائية لمغادرة الفريق حتى نهاية الموسم بدعوى الضغط النفسي اللي كان كيعيشه في الأسابيع الأخيرة. النادي أكد في بلاغ رسمي أن العلاقة مع موكوينا غادي تسالي مع نهاية البطولة، وهذا الشيء في احترام تام البنود العقد اللي كان بين الطرفين. ووسط هذه المستجدات، إدارة الوداد قررت تسلم مفاتيح العارضة التقنية لبن هاشم حتى نهاية هذا الموسم في مرحلة انتقالية صعبة، خصوصا وأن الفريق خرج خاوي الوفاض من كل المسابقات، وفقد شخصية اللعب اللي كانت كتميزه. دابا ومع اقتراب كلاسيكو حارق ضد الجيش الملكي، العيون كلها موجهة نحو بن هاشم وكيفاش غيتعامل مع هذه المسؤولية الثقيلة، خصوصا وأن الجماهير مازال كتشوف الأمل في احتلال المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال إفريقيا. في تحول مفاجئ بالأحداث داخل أسوار فريق الوداد الرياضي، رجع محمد أمين بن هاشم ليأخذ بزمام الأمور في تدريب فريق الوداد الرياضي بعد مغادرة المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا. هذا التغيير جاء قبل أيام قليلة من الكلاسيكو المرتقب ضد الجيش الملكي اللي غيتلعب نهار السبت الجاي في ملعب محمد الخامس في كازا. عودة بن هاشم للتدريب ممكن تفتح صفحة جديدة للاعب سيف الدين بوهرة اللي كان غايب على التشكيلة الرسمية في الفترة الأخيرة بسبب الاختيارات التقنية المكونة. مصادر مقربة من الوداد كتقول أن بوهرة ما كانش مرتاح في ظل القيادة السابقة، وغياب موكوينا اليوم كيعطيه فرصة جديدة باش يرجع يبرهن على قيمته مع الوداد اللي كيحضر المواجهة الجاية ضد الجيش الملكي في الماتش اللي غيجمعهم في إطار الجولة 28 من البطولة. والمباراة هذه غتكون حاسمة في مسار الفريق اللي غيتأهل لدوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني. وكترتقب الجماهير الودادية بشغف كبير التشكيلة اللي غيعتمد عليها بن هاشم، خصوصا مع الأسماء اللي ممكن ترجع تطل في الميادين كيف ما هو الحال مع بوهرة. خرج الوداد الرياضي ببلاغ رسمي حول مستقبل مدرب الجنوب افريقي رولاني موكوينا، واللي كان فيه الاعلان على ان المدرب غيغادر الفريق مع نهاية الموسم بعد عطلة استثنائية حصل عليها بالطلب منه بسبب الضغوط النفسية اللي عاشها مؤخرا. ولكن المفاجأة أن هذه العطلة ماشي مجرد راحة، بل هي تمهيد القرار الرسمي بإنهاء العلاقة بين الطرفين. البلاغ ديال الوداد الرياضي يوضح ان الانفصال ما غاديش يكون فيه اي تعويض مالي، والمدرب غيستافد فقط من الاجور الشهريه اللي مازال ما توصلش بها، بعكس ما تم الترويج له من بعض الصحف اللي قالت ان النادي ملزم بتعويض كبير. هذا الاسلوب في التعامل مع المدرب خلى بزاف ديال الناس يقارنوا بين القضيه ديالو والقضيه ديال كولر مع الاهلي. المدرب السويسري مارسيل كولر هو الآخر عاش سيناريو مشابه مع الأهلي بعد ما خرج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام سان داونز. إدارة الأهلي كانت قررت الاستغناء عليه،
ولكن هنا كانت المشكلة، العقد فيه بند يلزم النادي بدفع راتب الموسم الكامل اللي كيوصل تقريبا 3 مليون دولار. الأهلي الآن كيحاول يخرج من هذه الورطة بطريقة ودية، لكن كولر رافض لحد الآن. سؤال كيطرح، واش الوداد تعلم من التجربة اللي طاح فيها كولر وحاول يدير الأمور بطريقة ذكية باش يتفادى التعويضات الثقيلة؟ مازال الوداد داير مجهود كبير لإعادة ترتيب البيت التقني ديالو، خصوصا بعد انفصال المرتقب مع موكوين المدرب الجنوبي افريقي، ولكن كيواجه صعوبات في ظل عناصر جديدة للطاقم الفني. زهير العروبي الحارس السابق رفض الالتحاق بالجهاز التدريبي للفريق الأحمر بعد ما أصر ناديه الحالي نادي المكناسي على الاحتفاظ به. بنفس الطريقة المعد البدني محسن الدرعاوي اللي كيشتغل حاليا رفقة الجيش الملكي اعتذر هو الآخر على تولي نفس المنصب داخل الوداد، هو اللي خلق نوعا من الفراغ في الطاقم التقني الجديد. هذه المستجدات دفعت المدرب أمين بن هاشم المكلف حاليا بقيادة الوداد لتكثيف اتصالاته مع مجموعة من الكفاءات الوطنية في محاولة لتعيين مدرب لحراس المرمى ومعد بدني في أقرب وقت. الانسحابات هذه جات في ظرفية حساسة، خصوصا وأن الفريق خرج بنتائج متواضعة مؤخرا وخسر بزاف ديال النقاط اللي خلاته بعيد على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، شيء اللي سرع في الانفصال على موكوينة بعد المباراة ضد أولمبيك آسفي. المستقبل ديال نسيم الشاذلي مع الوداد كيبان انه غامض، خصوصا مع الاخبار اللي كتروج حول امكانيه استمراره في الدوري الاماراتي. فاش تقارير اعلاميه كتاكد ان اللاعب اللي كيلعب دابا في الجزيره على سبيل الاعاره مطلوب من طرف ثلاثه الانديه اماراتيه وهي الاهلي، الشارقه، وحتى فريق الجزيره اللي بغى يحتفظ به نهائيا عبر تفعيل بند الشراء من عقده مع الوداد. الاهتمام الكبير مع أندية إماراتية جا بعد الأداء المميز اللي قدمه الشاذلي، وهذا الشيء خلى بعض المحللين يتوقعوا استمرار اللاعب في الإمارات الموسم الجاي. ولكن بالمقابل إدارة الوداد ما بيناتش أنها مستعدة تفرط فيه بسهولة، حيث أن الفريق يعول عليه في المونديال اللي غادي يتلعب في صيف هذا العام في أمريكا. هذا النقطة بالذات ممكن تغير كل شيء، خصوصا وأن نسيم سبق ليه وعبر عن غضبه من التهميش اللي تعرض ليه من طرف المدرب رولاني موكوينا اللي بعدوا على التشكيلة الرسمية، وهذا الشيء بسبب توتر في العلاقة بيناتهم. ولكن مع رحيل موكوينا نقدروا نشوفوا القصة تتغير. فاجأ محمد الرايحي مهاجم الوداد الرياضي وهدافه الجماهير برسالة وداع صادقة ومؤثرة موجهة للمدرب الجنوب افريقي رولاني موكوينا بعد الإعلان عن منحه عطلة استثنائية تمهيدا لإنهاء العلاقة معه. الرايحي نشر الرسالة عبر حسابه الرسمي في انستغرام وكتب فيها كلماتي ما قادراش تعبر على الشكر والامتنان اللي في قلبي، شكرا على كل شيء اللي درتيه من أجلي، على الدعم ديالك ليا، على طريقة التعامل ديالك معايا اللي خلاتني نكون لاعب وشخص حسن. أنت إنسان رائع ومدرب ممتاز. موقفش هنا بل دافع على المدرب وقال رغم بزاف ديال الناس اللي خارج النادي ما كيشوفوش هاد الشيء إلا أنك غيرتي بزاف ديال الحوايج داخل الوداد، الخدمة ديالك كتهضر عليك وأنت شخص محترف ومجتهد، وأنا متأكد أن المستقبل غادي يجيب ليك نجاحات كبيرة. حتى لهنا كنوصلوا للنهاية، ما تنساش تنتسب في القناة باش تقدر تتفرج في الفيديوهات اللي غادي نتجوها خصيصا للداعمين قريبا. الا تفرجتي حتى لهنا اكتب كومونتير ديالك متبوع بالرقم 37 باش نعرف الاصدقاء اللي كيكملوا الفيديو. غادي ندير لكم كاملين قلب ويقدر تعليقكم يدوز في الفيديوهات اللي جايه في الديديكاس. سلامة ونتلاقاو غدا ان شاء الله.